السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح على أورج 2024، شرح مبسط وسريع. بس ملاحظة قبل لا نبدي، اللي ما يعرف يضيف السيت بأورج 2023، أنا مسوي شرح لإضافة السيتات بأورج 2023، هو نفس طريقة إضافة السيت بأورج 2024، نفس الطريقة. موجود فيديو ادخلوا عليه مال أورج 2023. المهم خلونا نرجع لشرحنا. أول شي خلونا ندخل على الإعدادات. هاي الحفظ التلقائي مال إضافة السيت، يعني من تضيفه وتخرج من البرنامج وترجع تدخل عليه راح تلقى السيت موجود، بس مجرد تخلي علامة الصح على المربع. ننزل للأخير، تلغي علامة الصح من هذني عرض مجموعات الطبل، عرض الصكوك وتر، نلغي علامة الصح من عندهن. نجي على لوحة المفاتيح، هاي اللي مكتوبة عدم المفاتيح، تغير لك حجم المفاتيح، تخلي على 10 أو 14، أنت باللي يعجبك على مود يسهل عليك العزف. عندك هاي هنا مفتاح البداية، من يا مفتاح تريد تبدي العزف، يعني مفتاح المي، الصول، هيك يعني مثلا. عندك هنا عرض توضيح للمفاتيح، تطلع الأحرف على المفاتيح اللي تعزف بيهن، تخلي على الثالثة إذا تريد تطلع الأحرف. عندك هاي اللي مكتوبة التحكم، هاي الكلمة اللي مكتوبة بورتمينتو، تخليه على الطريقة الثانية، هاي مختصة بترتيل الأصوات، نخليه على الطريقة الثانية. نجي لترتيل الأصوات، الإضافة، هاي ترتيل الأصوات، هاي اللي مكتوبة إفكت، ندوس عليها. مثل ما جاي تلاحظون أنا عندي صوت مرتل، إذا عندك الصوت هيجي مثل هذا مثلا، إذا يطلع عندك الصوت هيك، تجي على هاي الكلمة اللي قلت اسمها افكت، تضغط على هاي الكلمة اللي مكتوبة مونو، هاي اللي باللون الأخضر، هاي النقطة، تخليها ونشوف الترتيل شلون صار عندنا. وهذا الترتيل الثاني تخليه على النقطة الثانية. عندك هاي سرعة الإيقاع، إذا مشغل الإيقاع منها تتحكم بسرعة الإيقاع. عندك هاي هي التيمبو، هاي مال سرعة الإيقاع. الأوكتاف، تنعم الصوت أو الضخمة من خلال الزائد، هذا الزائد والناقص. ترانسبوز، هذا الترانسبوز، شوف شلون بعد الترانسبوز هذا مهمته يخلي صوت العزف يتطابق ويا صوت المطرب، يعني ما يروح مثل هو بغير نوتة أو أنت بغير نوتة، يعني يتطابق ويا صوته باعتبار مثل الصوت يصير. عندك هاي الواجهة، لحظة، هاي الواجهة باللون الأزرق، هاي مختصة بالأصوات. عندك هاي هنا اللي باللون الأحمر، هاي مختصة بالإيقاعات. نضغط على اللي باللون الأزرق، راح نلاحظ هنا كل خانة بيها 8 أصوات، كل مربع بيه 8 أصوات إذا جاي تلاحظون. عندك هاي اللي باللون الأحمر، أيضا كل خانة بيها 8 إيقاعات. عندك هنا التشريق، هاي اللي مكتوبة كيو تي، هاي لوحة التشريق، هنا تتحكم بالتشريق. هاي عندك ستارت ستوب، هاي مال الإيقاع، شغل والطفي. هنا الكيبورد مال السيت، مثلا حسب مصمم السيت مرتب الأصوات بيه. هاي هذني الإضافة مال الإيقاع حسب مصمم السيت. أنا اللي سويته، عندك هاي البدال، هاي الصدى مال الصوت، لاحظ شو بينما نلغيه. أنا بالنسبة إلي حبيت أسوي الخطوات المهمة أو اللي أعرفها أنا، اللي مختصة بأورج 2024. إن شاء الله هذا يكون الفيديو واضح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.